وصلت اكبر دوله في افريقيا. هنا مشهورين بالبيتزا. لا زملكاوي مش ما تركبوش بقى الزمالك اخوان. يعني هتشجعوا الزمالك؟ لا لا برضه لا دي اول حاجه لازم اجربها. الرشته. الالوان مش طبيعيه. بصوا النظافه والاضاءه والمباني. ايوه يا هلا، ازيك يا معلم؟ انا احمد ضياء، مصري بيلف العالم. كنا لسه في شرق افريقيا عند منبع نهر النيل، ومنه حضرنا افريقيا في المغرب، ودلوقتي وصلنا لشمال افريقيا عشان نروح الجزائر وتونس. دي من الدول اللي تأشيرتها كانت صعبة جدا، ده بسبب ان اقتصادها معتمد على النفط والغاز الطبيعي، الاعتماد الاساسي مش على السياحة. فبالتالي هنشوف دولة ما فيهاش تصنع، هتشوف الناس على طبيعتها، مفيش حاجة للسايح غير اهل البلد. قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك، واللي على الفيسبوك روح على اليوتيوب. احب اقول لكم ان فريق الزمالك معانا على الطياره، هنكسب ان شاء الله. لسه واصل. ومين واصل معايا؟ الزمالك، عشان عندهم ماتش في الفاينل. مشجعين الزمالك وصلوا يا جماعه. جاهزين؟ حاجه مهمه محتاجين تعرفوها، ان هنا السوق السوداء غير المتحول من البنك، في رقم مختلف للدينار الجزائري. ففي اب بتنزله لما تيجي عشان تيجي تحول فلوس، اسمه تشينج دينار، بيقول لك سعر الدولار او اليورو في السوق السوداء كام. فانا منزله وبيقول لك النهارده مثلا الدولار ب 237. انا وقت الانطلاق بيعمل لقاء اول ما نزل. دلوقتي انا محتاج اجيب خط، نسيبه هو يعمل اللقاء ونجيب خط بقى تليفون. فعايز اشوف هحول ازاي. طيب الرحله تقريبا خدت 4 ساعات من القاهره. الزمالك كان كله معانا على الطياره لان في ماتش النهائي مع فريق عندهم هنا. خلي بالكم هنا الجزائر متعصبين في الكوره، فالدنيا هتولع خالص. تاني حاجه تعملها اول لما بتنزل انك بتخش تشتري خط، ولكن هنا ما تغيرش فلوس من البنك لان سعر السوق السوداء تقريبا الدبل، فبتغير من السوق السوداء. ازاي بقى السوق السوداء؟ انك بتطلع بره المطار زي ما انا عامل كده، في ناس بتجيلك بتغير منهم. فانا دلوقتي بحاول اشوف الناس دي فين عشان اغير منهم، وبعد كده تخش تشتري الخط وننطلق. بس الاسعار هنا المفروض اللي سمعته ان هي رخيصه جدا، هنعرف ده برضو صح ولا لا. السوداء ناس قاعده عادي كده بتحول منها الفلوس، خش تاني بقى تشتري اللي انت عايزه. الألف الجزائري. احب اقول لكم ان انا اشتريت الخط هنا الانترنت ب $8 70 جيجا بالمكالمات. انتم متخيلين الرقم عامل ازاي؟ فسالنا على محطه القطر، هنتمشى لها تقريبا 10 دقائق من هنا. 800 متر. تمام حبيبي، شكرا. دارك السلام. الناس بتساعد بسهوله. كل شويه الناس بتوع الفريق التاني بيجوا عشان هو لابس لبس الزمالك. جماهير اتحاد العاصمة تتحدانا. شوف جماهير اتحاد العاصمة في الجزائر من نوع خاص، خطر على الجماهير. الزمالك كذا الدوري المصري. احنا جماهيرنا خطر في اي حته، احنا جماهيرنا خطر في الجزائر ان شاء الله. شوف احنا حاليا منطلقين لمحطة القطار. احب اقول لكم ان التراس نادي الزمالك لسه هيوصل اليومين اللي جايين. وصلنا محطة القطار، هي حوالي 10 دقايق، واعتقد لو انت بتتمشى من جوه المطار هتوصل لها اسرع بكتير من يعني ما تطلعش بره وتخش تاني. كمان ربع ساعة القطر. هندفع دلوقتي في شباك التذاكر. بتشجع مين؟ انا مولودية الجزائر. مولوديه مولودية احنا يا ايوه مولوديه شفت. اه يعني انت بتشجع الزمالك عشان مولودية؟ لا هتشجع فريق الزمالك؟ مش دلوقتي الزمالك هيلاعب اتحاد العاصمه. يبقى انت هتشجع الزمالك. انتوا اخوة احنا الاتحاد. هتشجع الاتحاد؟ ايوه لا عندك التيكت ب 80 دينار. 80 دينار يعني كام؟ 0.36 دولار، يعني في 5-3. دول مين دول بقى؟ 6 مفجري الثورة. الستة اللي ابتدوا الثورة الجزائرية. 19 جنيه. يعني 19 جنيه بس القطر. اوكي مادام. سلم على أهل مصر. احلى مس عليكم يا اهل مصر من الجزائر. ناكل ايه؟ رشته. الرشتة دي أكلة؟ لازم تاكلها. اسمها رشتة؟ رشته رشتة. نجرب الرشتة. يا يلا القطر على القطار. انتظركم كل شافكم مصريين انتظركم. يا زملكاوي مش ما تركبوش بقى، ما تركبوش القطر. يلا مش هيركبك القطر. لا هنركب يا حاج. 20 جنيه. بتشجعوا مين يا شباب؟ المولوديه اكتر بكتير. كل ما حد يوقفنا يقول لك انا مولوديه وبشجع وهشجع الزمالك قدام اتحاد العاصمه.
انا بفكر اظبط ماتش كوره مع الجزائريين نشوف بيعرفوا يلعبوا ولا لا. دي اول حاجه لازم اجربها. الرشته. انا والله العظيم بحاول افهم. بحاول. تمام. رشته بالفراخ وشكشوخه باللحم. طب تنصحنا نزور مدن ايه؟ وهران. مقام الشهيد. عندك مقام شهيد تحته شمال. حلي باش تولي قسنطينه ماركه قسنطين. جسر معلقه كانت تروح لها في الحياه الواقعيه افضل من افضل من الريزو سوسيو. بجد؟ والله قد بان اصغر. اوكي. تسلم والله العظيم. يقول لي شكلي اصغر. ايوه في الحقيقه. الكاميرا ظلماتك. سلام يا صاحبي. تلاقوا في تيك توك تلاقوا في لاباج تاعي من بعد. خلاص اوكي. درنا ديديكا. السلام عليكم. الله بروحكم خوتي. لو حد فهم حاجه يقول لي بقى. وصلنا وسط المدينه بعد تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه بالمترو. يلا بينا نستكشف ونشوف المنظر عامل ازاي والارض والنظافه والجو طول ما احنا ماشيين، عشان هو لابس تيشيرت الزمالك فالناس بتوقفه. يعني يا جماعه عايز اقول لكم يعني اهل الجزائر بيقفوا وبيكلمونا من نفسهم يقولوا لنا نساعدكم، روحوا اقعدوا. اقتراحات رايك في الشعب الجزائري من ساعه ما ركبنا؟ جمال قوي قوي بصراحه يعني. الناس عماله تقول الشعب الجزائري هيكون ناشف، ده التوقعات، ولكن حتى الان والله لذيذ جدا. اخدنا الشنط ورايحين للفندق. قول له على الفندق. النقطة دي بتاعت فريق كورة. بتاع بلوزداد. فريق كورة بلوزداد. لو الحيطان مرسوم عليها جرافيتي بتاع فريق كورة اسمه بلوزداد، هي المنطقة اسمها بلوزداد. دي لافتات فريق اتحاد العاصمة، ده الفريق اللي هيلاعب نادي الزمالك. فدي المنطقة، بص المباني قريبة من بعض ازاي. ها قول هنعمل ايه في الماتش؟ انا بحكم تنزيل صفر. هنشوف. هنا بيقولوا على الجزائر في الجزائر، يعني مدياني ستايل اوروبي وعربي في نفس الوقت. وصلنا وسط المدينه، فقدامنا تمثال الامير عبد القادر، ده من الشخصيات اللي عملت الثوره. والمباني هنا اكنك في وسط البلد، اكنك في وسط البلد، على بورسعيد، على اسكندريه، على اوروبا. بصوا مين وصل معانا، ملك فلوجهات. ايوه وائل، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا باشا. احنا في وسط البلد ولا فين يا وائل؟ احنا في القاهرة. بنتمشى حاليا في شوارع المدينة إيحاء إن هي بلد إيه. لا والجو حلو، الجو تقريبا 20-21 حاجة كده، الجو جميل. وعجبني إن هي مش عالية، كلها حاجات دور دورين ثلاثة كده كتير قوي. كل ده بنتمشى للفندق زي ما انتم شايفين، المناظر، محلات كتير جنب بعض، ناس بيحولوا عملة. بس حتى الآن الناس لطيفة جدا ولذيذة جدا. الاوتيل كله كومبليت وسايبنا عمالين ما شاء الله. معظم الفنادق هنا مليانه على اخرها. احنا عاملين لسه نلف فتعبنا، قلنا نقف وقفه ناكل اكله. هنا مشهورين بالبيتزا، دي معلومه لسه عارفها، فنجرب البيتزا بتاعتهم. تجمع للشباب بسبب الزمالك من الصبح. كل ده لسه ما وصلناش للمكان اللي نازلين فيه، فقلنا نضرب واحد شاورما قبل الماتش. 600 الاثنين ب 600، يعني الساندوتش هنا 300 ب 300 دينار، يعني حوالي 50 جنيه. ساندوتش شاورما كده 50 جنيه. عايز ادوق واحده بس الاول. الساندوتش عباره عن فراخ وبهارات وجواه بطاطس كمان. حلو. 50 جنيه. دي بكام اللي انت بتاكلها دي؟ 5 جنيه مثلا. 5 جنيه بيتزا؟ سعرها كام دي؟ يعني ده بدولار؟ 10 جنيه 10 جنيه. ده بدولار وده بربع نص، اقل من نص 8 دولار. جنيه تقريبا حاجه. اقل من نص دولار. باي باي بابا. دلوقتي والراجل ده بيحب الحواوشي والسجق وبيشجع الاهلي. الله ينور عليك. اهلا بيكم في ثالث فندق. لسه لحد دلوقتي بنلف ازاي، كله مليان، مش عارف عشان الماتش ولا ايه، بس الدنيا كلها فل. يعني لحد دلوقتي عاملين نلف بقالنا 3 ساعات على مكان نقعد فيه. المنطقه دي بيشجعوا الزمالك صح؟
انتوا مع الزمالك؟ لا احنا شباب بلوزداد ولكن الزمالك اخوان. يعني هتشجعوا الزمالك؟ لا برضه؟ انا عمري ما اشجع الاهلي. لا انا كنت اشجع الزمالك والله، انا اهلاوي. يعني اقول حاجه، تصدق مش هشجعك، انا هشجع كده. سيبنا كجمهور على فكره كنا هنشجع الزمالك، لكن باللي قالوا دوت احنا خلاص كده عايزين ننزل في فندق، فندق ولا شباب، اي حاجه يا عم، عايزين نقعد في اي حته. الشباب فضلوا معانا يساعدونا، وصلونا لحد فندق ده رامي على مشروب جزائري، اسمه مشروب جزائري يعني. قد عندك انت من ابوني في اليوتيوب؟ ابوني اشتراك يعني. شحال من اشتراك؟ احمد ضياء. ابوني يعني اشترك. ابوني تيجي تقول لهم وصلنا تريبل روم. ده المنظر من الفندق. ايه ده في مقام الشهيد من هنا اهو باين. والله رامي، هتيجوا هتلاقوا رامي، لو لقيتوا رامي هيديكوا خصم 50%. خصم زايد 100%، زائد مش هنا. بس تقولوا لهم احمد ضياء ياخد الخصم. نزلنا تاني بالليل، خليني افرجكم على منطقه البريد المركزي عامله ازاي، عشان الالوان بالليل مخليه شكلها مختلف جدا. الراجل هنا شافنا محتاسين عمالين ندور ازاي نروح نتفرج على ماتش في قهوه، قام نزل وصلنا من غير ما يعرفنا كده عادي جدا. اسمك ايه بقى؟ زكي. عاش الاسامي يا زكي. حبيبي تسلم، شوفك هناك بقى. ما رضاش ياخد حاجه. ده حلو قوي. طيب ده حلو قوي، بصوا المنظر يا لهوي، الالوان طالعه حلوه جدا، انت مش فاهم. بص عامل ازاي؟ ايه المنظر ده يا جماعه؟ ايه الالوان دي؟ يا الالوان مش طبيعيه. بصوا النظافه والاضاءه والمباني. ده ستايل بقى فرنساوي صح؟ هي عدى عليها الفرنساويين والعثمانيين والاسبان وحاجات كتير، ولكن الستايل هنا والمصريين عدوا كمان. بس بصوا الستايل باين عامل ازاي؟ فرنساوي. سبحان الله اللي ادى الانسان الفكر ان هو يعمل حاجه بالجمال ده. انطباعاتك الاوليه؟ الشوارع فظيعه، حلوه قوي، رهيبه. ما شفناهاش بالليل الصبح، يعني بالليل احلى. لا بالليل احلى بكتير. ده زي وسط البلد عندنا كده. شايفين التصميم؟ نزلنا قعدنا في مقهى من المقاهي عشان نتفرج على ماتش. احنا قررنا نيجي نضرب مشاوي. خدنا كفته، خدنا لحمه، خدنا سجق. قلت لي السجق اسمه ايه؟ مرجيز. بيسموه السجق مرجيز. وصل للاكل. ايوه هتقول لي ايه الرز كده. طيب لسه مخلصين الوجبه اللي كلناها دي، احنا 3 ب$5. لا 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 الاسعار هنا في الاكل بجد $5.60 بالظبط، في 53 يعني 299 جنيه، 300 جنيه. واكلين فراخ ببلاش يعني، فراخ وكفته وسجق ولحمه ورز وبيبسي. رهيبه. في وسط الجزائر العاصمه، ده من احلى الاماكن اللي شفتها، وهي ساحه الامير عبد القادر. ده احد اهم رموز المقاومه ضد الاحتلال الفرنسي. فلو جيت الساحه هتشوف التمثال والمباني حواليها في قمه الجمال، وهو يعتبر مؤسس الدوله الجزائريه الحديثه. وهنا هنهي الفيديو اول يوم، وبكره هنبدا استكشاف ان شاء الله الجزائر من الاول. في اماكن كتير قوي عايزين نزورها، واكلات عايزين نجربها، وفيديوهات عايزين نعملها. فاشوفكم بكره يا جماعه. سلام.